السلام عليكم. النهارده بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا اسمها الhang fire. الhang fire هي بتخلّيني أقدر أعمل background jobs and schedule jobs أنا عايز أعملها. طيب يعني إيه الconcept ده؟ دلوقتي أحيانًا بيكون عندي methods أو logic معيّن أنا عايزه يشتغل في وقت محدد، أو أنا عايزه يشتغل لمّا تتريجر حاجة معيّنة. حلو كده الكلام؟ فأنا باحتاج إن أنا عايز أخلّي الحاجة ديّة شغّالة طول ما المشروع شغّال معايا، فأنا باضطر أستعمل حاجة اسمها الhang fire. hang fire هي package أنت بتنزّلها، تبدأ بعد كده تستعملها في إنّك أنت تقدر تعمل background jobs بتاعتك. طيب جميل. إيه الpackages اللي أنا محتاج أستخدمها؟ أول package هاحمّلها هي اسمها الhang fire .asp.NET Core وhang fire نوع الdatabase بتاعتك. أنا في الحالة ديّة أنا باستخدم الPostgreSQL. جميل جدًا. طيب بعد ما عملنا download الpackages بنروح نعمل لها implementation في الprogram.cs بتاعنا. باعمل هنا builder.services.add hangfire. هنا باقول له إن أنت عندك هنا في الconfig باقول له باعمل هنا اللامدا بتاعتي، باقول له user recommended serializer settings تمام. بعد كده باعمل بعد ما باكون الmethod ديّة باقول له إن أنا عايزك تset الdata compatibility level للversion 170. عايزك use simple assembly name type serializer. وفي الآخر هنا الpackage اللي إحنا حملناها لنوع الdatabase بتاعتي use postgres storage وأدّي له هنا action. بعد كده باشغّل الaction ده للdatabase بتاعتي. طيب جميل. باعمل شغل على الconnection database اللي هي هنا كده. بادّي له إيه الconnection database بتاعتي هنا كده بالضبط. طيب جميل. طيب خلّينا نبدأ نجرّب إن إحنا نترايت في endpoint. هنا عندي endpoint اللي إحنا كنا عاملينها في الفيديو بتاع إزاي تستخدم الminimal API واتكلمنا عنها. هنا أنا استخدمت هنا call حاجة اسمها class اسمه iBackground Job Client. وهنا قُلت له الjob client عندك في الqueue عايزك تدخّل لي queue، وفي الqueue ديّة عايزك تطلّع لي كلمة item created وتدّيني الID بتاع الitem. حلو. يبقى المفروض أول ما هنا أبدأ أrun وأtest endpoint في الpost يطلّع لي إيه الitem بتاعتي. طيب الID بتاعي. طيب خلّيني هنا أشيل هنا طبعًا الID وأكتب مثلًا أي اسم مثلًا أخلّيه مثلًا عمر والdescription نسميه خالد وهادوس send. طيب هو هنا تمام الID بتاعه 12. لمّا آجي هنا هانزل هنا في الterminal هالاقي هنا item created with ID 12 المسج اللي إحنا عملناه. طيب ده الموضوع بيحصل in action يعني في queue على طول بتشتغل على طول الbackground job بتاعتي. طب خلّيني أنا عايز أعمل لها scheduling عايز أخلّيها مثلًا بعد 5 ثواني تبدأ تشتغل. طيب عادي جدًا. هنا أوقّفها وآجي أشغّل الjob client.schedule. الjob client.schedule بتدّيني فرصة إن أنا باقدر أحدد ميعاد معيّن مثلًا time span from seconds وأقدر أحط 5 ثواني ده للاستخدام بتاعنا. بس أنت حرفيًا ممكن تحط أي حاجة أنت نِفْسك فيها. طيب تمام. ممكن حرفيًا تغيّرها من seconds لminutes لdays زي ما أنت عايز. حلو كده الكلام؟ طيب هنا لمّا أنا باجرّبها هي هنا بتشتغل لمَرّة واحدة، وبرضه الjob client الqueue هي اشتغلت برضه لمَرّة واحدة. فلمّا هنا برضه أtry مرّة كمان وندوس send هنا هاغيّر لي الID لID 13 وهنا استنى 1، 2 بعد 5 ثواني نزّل لي الID الجديد. طيب جميل. طيب خلّينا نفترض إن أنا عندي حالة تاني، الحالة ديّة أنا عايز أخلّي الموضوع ده يحصل له repeat. أنا عايز بعد كل شوية آمم تبدأ أنت شغّل لي الjob بتاعتي، والjob بتاعتي ديّة يبدأ يحصل لها عملية تكرار. يعني إيه؟ يعني مثلًا أنا عايز كل 5 ثواني تطلّع لي الdate time dot now لمّا أنا أcall الend point بتاعة الget. طيب نيجي هنا نروح نعمل refresh مثلًا وهاقول له هنا test وأقول له send. هابدأ هنا أعِد 1، 2 بعد 5 ثواني اتعملت 1، 2، 3، 4، 5 بعد 5 ثواني هتلاقي إن العملية بدأت
تتكرر، بدأت تعمل مرة كمان، بدأ ينزل لك الجوب بتاعتك في كل 5 ثواني. بتبدأ تتكرر العملية دي. طيب جميل. طيب اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي ان احنا خلينا ان الكون جوب ديت او الباك جراوند جوب باستخدام هانج فاير هي بتتكرر بشكل ثابت في ميعاد انا بحدده. حلو. وفي نفس الوقت انا بستخدمها جوه اند بوينت. فانا عايز المره دي بدل ما اخليها تكون شغاله جوه اند بوينت، لا انا عايز تكون شغاله في البروجرام كله. جميل. وفي نفس الوقت انا عايز ان الباك جراوند جوب بتاعتي تاخد تاسكايه كامله. يعني ايه؟ يعني مثلا هاجي هنا هقول له في البروجرام بتاعي، هقول له ان انا عايز ان انا كل ما يكون اليوم هو يوم 20، انا عايزك تعمل لي كون جوب معين. الكون جوب ديت ايه هي؟ انا عايزك والله ده كلاس انا عملته، الكلاس ده اسمه my background jobs. بقول له ان انا عايز ان وقت ما ساعة ما طلع لي حاجة ما. طيب اقول له هنا في الماي باك جراوند جوبز حطيت فيها جيت اول ايتمز، ده اسم الميثود بتاعتي. عملت هنا كل في الداتابيس، جبت كل الايتمز بتاعتي وحطيت له فيها الرقم بتاع الكاونت بتاعها. جميل. طيب بعد ما انا عملت كده، إيه اللي انا عايز او هعمله؟ ارجع للبروجرام بتاعي. هعمل هنا var تحت الاب، طبعا تحت الاب بعمل var سميتها job manager app dot service dot get required service، واديت له اسم الكلاس بتاعي. بعد كده قلت له job manager dot add or update my background job. هنا ده اسم الكلاس بتاعي my background job. بقول له انا عايزك تسميها لي اسمها get all items، والجوب بتاعتك هتبقى job dot get all items. وهنا بديله الكون بتاعتي، قلت له كل 20 ايه، كل يوم ما يكون اليوم 20 انا عايزك تجيب لي الداتا. طيب خلينا نغيرها من ديت، وخلينا نغيرها نخليها كل 5 ثواني. تمام. خلينا ناخد الكون بتاع التاريخ ده ونحطه هنا. تمام. وخلينا نرفرش البروجكت. تمام. هنا المفروض دلوقتي بدأ يجيب لي all item retrieved 13. هيبدأ يكرر لي الموضوع ده كل 5 ثواني. فالميزة في كون جوب انت بتقدر تعمل وقت معين تختاره، تخلي فيه ميثود يحصل لها عملية، ان هي يحصل لها عملية تريجر، تبدأ تشتغل في التاريخ اللي انت محدده. فدي ميزة جميلة جدا في الدوت نت، تقدر تستخدمها في المشاريع بتاعتك. ممكن تستخدمها في الريفرش توكن. انت عايز مثلا في وقت معين تبدأ تتريجر ان هو يبدأ يمسح الاولد 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 ريفرش توكنز اللي موجودة، وتخلي في اخر ريفرش توكن هي اللي شغالة. ممكن مثلا تخلي في وقت معين في السنة يحصل حاجة معينة. حاجات كده اكزامبل جميلة جدا. يعني مثلا احيانا كان في مشروع التخرج بتاعي ان انا كان مطلوب مني ان انا عايز اخلي اليوزر بتاعي لما يجي يوم 20 في الشهر، اليوم ده يكريت له لستة جديدة يبدأ يدخل فيها الايتمز اللي هو بيشتريها. تمام. فاستخدمت الكون جوب بتاعتي ان انا خليت ان كل تاريخ، كل ما يجي يوم 20 يبدأ يترجر الموضوع ده ويبدأ يشغله. فالهانج فاير هي حاجة جميلة جدا، تقدر تستخدمها في شغلك، تقدر تستخدمها في يومك. هي حاجة بجد هتفيدك جدا 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 في استخدامك للكود بتاعك. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أتمنى يكون استخدامك للباكج بقى مفيد دلوقتي، وأتمنى يكون كل حاجة واضحة لكم. لو انتوا احتجتوا تسألوا في أي حاجة اتفضلوا، أكيد تسألوا في الكومنت. وأشوفكم في الفيديو الجاي.